اهلا بكم حبايبي ملح الارض في نشرة اخبارية سريعة علشان الوعي والتعريف ببعض اللغط اللي حصل وتفسيره في اليومين اللي فاتوا دول. نبدأ على طول كده وبدون اي مقدمات. طبعا الخريطة اللي ظاهرة قدامكم ديت انتقال السفينة الإسرائيلية الحربية اللي كانوا مولولين عليها، يعني اتنقلت من إسراتين لإسراتين، من واحد لاتنين. يعني واضح من كده ان الهدف مفهوش حاجة خالص غير التسخين والوضع الداخلي في مصر. انت المستهدف يا ملح الارض. اول حاجة لازم تفهم ان ده ممر ملاحي دولي بيخضع لقوانين واتفاقيات دولية، ولا يتم اغلاقه الا في حالة اعلان رسمي من الدولة المصرية للحرب على الدولة اللي هي هتمنع مرور اي بارجة او اي باخرة في الممر الملاحي بتاعنا قناة السويس، اللي هو ممر ملاحي دولي. ثانيا بقى، وبلاش تتفزلك وتتهم بلدك بالخيانة وانت اصلا ما تعرفش حاجة عن قوانين الملاحة في الممرات الدولية. يعني اللي بيتكلم يا ريت يعني يهدى كده شوية ويفهم الاول وبعدين يتكلم. مش كل واحد خبير استراتيجي في كل حاجة عندنا. اهدوا كده، اهدوا كده وافهم الاول، واعرف ان الممرات الدولية ليها قوانين خاصة بالملاحة والعبور. هنا بقى الاستخبارات العدوة لمصر، وانت عارف ومتأكد كام جهاز لكام دولة استهدافها مصر. وطبعا بيستخدموا للأسف هم خنازير إخوان صهيون. المغيب اللي بيهاجم مجرد بس عبور سفينة الممر دولي ملاحي، بينما طبعا سايب عنده عادي جدا قاعدة عسكرية كبرى بكل طائراتها وترساناتها وصواريخها، وبيتم كمان شن هجمات، وبقولها شن هجمات من القاعدة العسكرية الكبرى اللي في الدولة الإخوان صهيونية للأسف ضد أهالينا في غزة. وإلا بقى يا معلم هتخش في عمل عدائي ضد دول العالم، وطبعا يتبع عقوبات وقرارات حربية من مجلس الأمن. ولا أي اندهاش، ولا شفنا صفحات إخوان صهيون بتتكلم عن القاعدة العسكرية الأمريكية الكبرى اللي في الدولة الراعية لإخوان صهيون وهي بتضرب أهالينا في غزة من الستات والرجالة والأطفال والمسنين. اهدوا كده يا ملح الأرض واعقلها، واشوفكم إن شاء الله في نشرة إخبارية تانية جديدة وسريعة.